يعني خافوا عليكي فانزك، بقولوا لي لا تحرجي بالاسئله. انا ما حرجت، انا بعرف كيف اسال. لا تشوفوا اول طلعه بيني وبين شاهيناز كنا ما بنعرف بعض، بس هلا انا بعرف متابعه لشاهيناز، فبعرف شو اسالها او بعرف كيف وجه السؤال لها. طبعا ما في احراج. بعدين البرنامج انتهى، يعني حطوا في بالكم انه البرنامج بكره اخر ليله عشان ترتاحوا يعني، وانا حاكي لهم هذا الكلام. فاحراج ما في. الانسان لما نساله، ثواني صار كتبوا لي طالبك 20,000 مرة، وأنا هي ما بتفك. هي تبعت بقول لي اللايف ماتش يعني لسه شغال، لسه في 40 ثانية. هاي أول مرة بسمع بشوفها. أنا ما بدخل جولات كتير على فكرة، فهي يمكن بعد الجولة بعد ما تخلص بطلبوا الاندي، هي تبعت مهم. ايرن اندي. أنا موبايلي بالألماني ما بيعطيني إياها إنجليزي. حلوة اللغة الألمانية، درستها أنا بالثانوي مهند. والله مم. بس صعبة شوي. درستها أنا بالثانوي مهند. والله مم. بس صعبة شوي. أنا بحب كل شي صعب يعني الصراحة. ايه بس حلوة حلوة. خمس ست دول بتحكي ألماني. خمسة: سويسرا بتحكي ألماني، شوي من بلجيكا، لوكسمبورغ، لشتاين، ألمانيا، النمسا. عفوا ما نطلب الجيست وينه. خلينا نشوف ممدوح وينه ممدوح. هاي ليكو. أطلب زكية عادي. ولا بلا؟ عادي. ممدوح. هلا يا ممدوح. الله يسعد لي مساكم مرحبا. يا رب. يسعدك حبيبي، وين أهلين. كيفك؟ والله الحمد لله. الانفجار طول بالك. لا انفجرنا وخلاص. نحن ما في و... داعي للانفجار، نحن خلاص يعني بنضل ضابطين اعصابنا، مو مثل بعض جماعه بتفلت دغري اعصابها وتتسرع دغري. نحن في هون عقل، مو في كيس شيء ثاني. نعم نعم نعم. انحطيت في ما انت في، انجملت من بين الجملة اللي انجملوا باللايف. ايه بس بس، اكيد. بس شوف انت انضباطك الانفعالي ممدوح رائع جدا. فيعني انا برأيي، ها، هاي. هذا الدعاء، هذا دعاء. الو. لك هلا يا انا دعاء، شو اخبارك؟ أكلتي بالي خلاص؟ كثير تستحلفوا. كنت دودو انا أكلتي؟ هلا يا دعاء، هاي هلا ما يا حدا قال دعاء. لي كنت عم نتخذ، بس عن جد قبل ما انام قلت بفتح معكم شوي. إيه، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شاركينا شاركينا. يا عمري. اشتقت لكم. نحن مهند كل كمان شوي. اشتقنا لك يا اهلا عمري، دعاء، اشتقنا لك اهلين دعاء، كثير. اهلين دعاء. هالجمال انت بغيب عنك ربع ساعه بلاقيكي محلوه اكثر. ممدوح انت انت يا انضباطك عمري. الانفعالي تمام. خليك منضبط انفعاليا، لا تنسى على اللايفات كتير بالكلام. خليك. لا تخاف، منضبط منضبط منضبط، انا اكثر واحد منضبط يعني قد ما عصبت يعني في قدر معين. لاني ردة الفعل كلها بنحسب كلامك وبنحسب كل شيء الا ما تطلع كلمة بالغلط. يعني ردة الفعل صحيح. محسوبة. صحيح بس عادي يعني ما عاد تفرق يعني، انك تعاملت بطيبه باحترام طول الوقت، بس العالم المو محترمه ما ممدوح بتفهم الطيبه الشيء. ما بتنفع بشي. جلود ممدوح الطيبه ما بتنفع. اسالني والله ما مجرب. بتنفع يا دعاء، اجلد والله ما بتنفع. خلص. ليه؟ يا أخي اسال اجلد. مجرب ما تسال حكيم. والله صح. ما تسال والله معك حكيم. حق يا معك حق دعاء. دودو، معك حق صح. والله والله اعطتك دعاء الاذن، قالت لك اجلد اجلد ولا انا تخف. والله هي بعتذر حكمه، هي وانسى. حكمه. هي اكثر بنت اعتذرت بالبرنامج هي انا، وسوري ومدري شو وانسى. يعني انسى. يعني انا برايي ما تتصرف مثلي. عم بقول لك انا عم بنصحك. ها والله معك حق، عقلك والله نصيحتك على راسي، معك حق. نصيحك انت بجمل. بس لو فكرت شوي بالنصيحه تاخرنا هلا، خلص خلص البرنامج. صحيح راحت، ما بقى ينفع. الندم لا يؤتي ثماره هلا حاليا يعني. لا لا خالصة ولا. الحكاية.
لا اشعاري عم بمزح بس معك. حقه يدافع عن نفسه، يدافع عن شخصيته يعني. اكيد الشخصية اللي اتهمشت داخل البرنامج يعني كل ما بده يعمل شيء لا، كل ما بده يسوي شيء لا، انه هن تهجموا على الاشخاص اللي ما بيعملوا شيء، والاشخاص اللي بيعملوا شيء خايفين منهم ما بيتهجموا عليهم، بيتركوهم يتهجموا اكثر واكثر. خلاص عادي. والمشكلة هلا يعني العين والعين والسن بالسن والبادي اصلا. ممدوح ها؟ ممدوح. سؤال لدعاء وممدوح، انتوا ما كنتوا ولا بطرف حزب. كنت انت انت دعاء ما كنتي بحزب، انت كنتي بين اثنين ما. ايوه انت كنتي هون شوي وهون شوي. طلعوا علي انه انا نقالة علوم. ايه قالوا نقلت علوم، بس انت هون شوي وهون شوي، بس ممدوح بنوب. ما بدي نقالة علوم، انا ما بدي زعل لهول ولا هول، بس انسى بالفيلا ما في حل وسط. والله العظيم لو شو بدي اقول لك، لو بتقتل حالك ما بيرد. بقول قتلت حالك بالسكين بطريقه غلط، يعني انت قتلت حالك بطريقه صحيح. شو ما بتعمل لهم بهالفيلا ما بيمشي. يعني يعني- لا المشتركين بيعجبهم ولا الفانزات هلا بيعجبهم. شو ما حكيت أبداً. ابدا ما بتلاقي اعجاب سكت. ابدا. ان سكتت ما سكتوا. بيعجبهم، اذا طلعت ما بيعجبهم، اذا كنت منيح ما بيعجبهم، اذا مدري شو انطفت الكهرباء ما بيعجبهم. هذا نفس الحكي عم بقولها لشاهين لازم، حكيتي ما بتخلصي. ابدا. عجبتني. ايه وان ما حكيتي بقولوا ما حكيت، وان حكيت بقولوا حكيت، طولوا لسانهم، وان ما حكوا بقولوا طلع كيف ما في رجوله، ما في كذا، ما حكوا ما ايه هيك. ها ارضاء الناس غايه غاية لا لا تدرك. تدرك. ممدوح انت ليه ما جابوك وقت انا كنت موجوده؟ والله كنت صحيح والله موجوده. كنتوا قبلتوا. بعتوا هالمخرج، طلعوك فوتوني بعتوا هالمخرج. لك اخ بس منهم. يلا ما بيأثر. ما بيأثر خلصت الحلقات على كلين. انا ممدوح بدي اعلق، انت سالتني هلا عم تقول انه ليش أي. ما كنت انت مع اي حزب. انا اصلا كنت دائما مع نيفين دائما. إيه، بس أنت كنت محسوب هذا على الغلط حزبهم؟ تبعي. ما رحت حكيت، ما عملت صداقات، لاني أبداً. كنت معه مركز اهداف. هو كان كله هالاسبوعين اول 4 حلقات عم يتعرف على البنت ان كان مية ولا نيفين لاتقرب منها. تماما. تسمع البنت ما حلوه دغري يلا اختاروا دغري روح عن الصداقه. كمان بدي ضل اختار ضل معه. بعدين سكر باب الفيلا، هو عباره عن اسبوع واحد انا ضليت. لما سكر باب الفيلا هون خلص صار شيء ممل، يعني كله انه عم نثبت وجودنا نضل معه. تماما هي قاعد مع وجدان تماما وادم، بس مع وجدان وادم، ومعادي الجميع بس وجدان وادم. واخر شيء زكيه وعمر كمان صار. تماما. برو بدي اسالك لا بتحب ميا، ولا بتحب آية، ولا بتحب علي، ولا بتحب شاهيناز، ولا بتحب فؤاد طبعا، ولا بتحب نيكولا طب بقول لك ما بتحبها؟ بتحب حدا. واذا لك. شافتني احكي مع حدا يعني ببين، انا بحس انا احتراما لإلها ما بروح بحكي مع حدا. مره مرتين حكيت مع آية خلص انت معجب بآية، يعني انت مدري شو معجب بآية، وين نحن قاعدين. انا طيب اختار- سؤال الك، بتحبك شي هي؟ لا هلا بحلقه بكره بدنا نشوفها انه قالت عليك انه هي ربحت وتعرفت على احسن شاب واحلى ايه شاب. ما بعرف. هو سبحان الله يعني بيحكوا حكي وبتراجعوا عنه، يا اما ما بيحكوا حكي بعدين بيصير ترى يعني بيألف هذا حكي. الكلام تبع بكره فيك راح يطلع. ما بنعرف شفنا- بجوز يعني. والله هذا السؤال شفته شوي بالبرومو. لازم ينسال لحدا ثاني. اللي شفته بالبرومو لا انا هذا بعرف موسر. شفته اللي إيه. بالبرومو غير باللايف، الكلام اللي باللايف غير اللي بالبرومو يعني. يعني ما يعني بعرف أنت- شو تغيروا، ليش ما بيكونوا يعني وجه واحد. ايه يعني هلا انا اليوم اذا جبت شخص مو ممدوح قلت له هاي الشخصيه هون باللايف هيك حكيت، وهي البرومو تبع حلقه بكره هيك حكيت، بيطلع بيقول في تناقض بالموضوع، معناتها في شيء كان عم بنحاك في شيء. هلا بدهم يطلعوا الفانزات يبرروا او هي تبرر انه والله ممدوح باللايفات غلط. انا ما غلطت بحقها ابدا، انا حكيت بس شفت المشكله اللي صارت، حكيت نعم. انه اللي عملته غلط وانا ما حبيت التصرف لحد الان. بالحلقات لما كانت عم تقول لي ليش ما عم تحكي، تجي تقول لي شو رايك اعتذار، كنت انا اسكت. ليش اسكت؟ لانه انا مو عاجبني موقفها. تمام هذا الشيء، فما بدي اقول لك كمان